بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. النهارده ان شاء الله طالعين نقدم حاجة مهمة جدا هتغنيك عن كل الأدوية والتحصينات في موسم الشتاء. موسم الشتاء اللي هو موسم الخير اللي احنا بنستناه من السنة للسنة، عشان كده لازم ان انا اقدم فيه حاجات تساعدني على الانتاج، تحافظ على الحمام بتاعي من ضد الأمراض البكتيرية والأمراض الفيروسية، عشان نحافظ على الحمام بتاعنا خاصة من الأمراض التنفسية، لأن هي فعلا فعالة جدا جدا في الأمراض التنفسية. الأمراض التنفسية اللي هي ممكن تقلب معانا بعد كده بهزة لا قدر الله، وبعد كده تصيب الحمام بتاعنا بأمراض، طبعا أهمها الأمراض البكتيرية اللي هي بتبقى منتشرة في فصل الشتاء خاصة نظرا لانخفاض درجات الحرارة. فالنهاردة إن شاء الله طالع أقدم عشبة الكمون. عشبة الكمون اللي أنا هتكلم عليها النهاردة، وهتكلم على طريقة التحضير بتاعتها. بس قبل ما اتكلم على طريقه تحضيرها، عشان ليها طريقتين اتنين، ممكن ان انا اقدمها على الاكل وممكن ان انا اقدمها في الميه، يعني ممكن اغليها وممكن ان انا برضو اقدمها على الاكل. هنتكلم على الطريقتين دول، وقبل ما اتكلم على الطريقتين هتكلم على الفوائد العظيمه بتاعتها بالنسبه للحمام. ومن اهم فوائد عشبه الكمون يا جماعه ان هو بيقوي الجهاز التنفسي عند الحمام، يعني بيقي الحمام بتاعنا من الامراض التنفسيه زي ما انا قلت كده في بدايه الفيديو. مش هنلاقي طبعا الحشرجه، مش هنلاقي التنفسي، الكحه، البرد اللي هو بيجي الحمام بتاعنا نتيجه طبعا غبار الريش اللي لسه متواجد اثناء فترات القلش او ما بعد فترات القلش، تيارات الهواء اللي هي ممكن تصيب الحمام بتاعنا. يقوي الجهاز المناعي، ودي حاجه مهمه جدا بحتاجها للحمام بتاعي في الفتره دي. لو انا بدور على رفع مناعه مش هلاقي اقوى من الكمون، او ان انا انشط الجهاز المناعي للحمام بتاعنا، اعمله كحائط صد من الامراض اللي هي بتبقى منتشره اذا كانت امراض فيروسيه او امراض بكتيريه. مطهر قوي وغسول كلوي، ويحافظ على نشاط الكلى بالنسبه للحمام بتاعنا. يعني مش هنلاقي حالات الخمول اللي احنا بنلاقيها عند الحمام بتاعنا، هنلاقيه دايما في نشاط وحيويه. ساعات لما بنكلف بنلاقي في بعض الاسوس عندنا فيها حاله خمول، في بعض الاسوس كده ما بيبقاش فيها امراض ولكن هي فيها تكاسل، فده بيعمل على نشاط وحيويه الحمام بتاعنا عامه ككل. الكمون كمان يعتبر من اهم العلاجات الفعاله في علاج عسر الهضم، اذا كان تحجر الحويصله برضو اللي احنا دايما بنشتكي منه في الزغاليل، او تحجر الحويصله عند الاسوس بتاعتنا، فده بيعمل لها زي عسر هضم. ممكن ان هو يقلب بعد كده معانا طبعا بخسسان نتيجه انسداد الفتحه اللي هي ما بين فتحه الحويصله والمعده، فبيحصل تعفن في الحويصله، وبالتالي الاسوس بتخس مننا وممكن ان هي تمرض بسبب تعفن الطعام. الكمون كمان يحتوي على عناصر كثيرة جدا زي الكالسيوم، ودي من اهم العناصر اللي انا ممكن احتاجها للحمام بتاعنا، سواء قشرة البيضة الضعيفة اللي هي بعض الاناث بتجيبها، او البيضة البريشت اللي هي بدون قشرة، فده بيكون سببه نقص الكالسيوم. زائد ان الكالسيوم كمان مهم جدا بالنسبة للاناث، بيساعدها فعلا على التبويض وبينشط المبايض بتاعتها، فبالتالي الاناث عندنا هتفضل في استمرار في حالات البيض. ويحتوي ايضا على الفسفور، ودي مهم جدا جدا بالنسبه للذكور، طبعا في حالات التخصيب، البيض الرايق، الكلام ده كله ان شاء الله الكمون هيحد من انتشارها. زاد ان هو بيحتوي على البروتين، يعني تغذيه كامله متكامله بالنسبه للحمام بتاعنا، وهيساعد كمان في زياده نمو الاسوس بتاعتنا وزياده نمو حجم الزغاليل نتيجه عنصر البروتين اللي هو متواجد في الكمون بتاعنا. يعتبر الكمون من اهم مضادات الاكسده، حيث يساعد في نشاط الحمام باستمرار، ويعتبر ايضا من اهم المصادر الغنيه بالحديد، مقاوم للفطريات وحالات التعفن اللي هي نتيجه الكلفه الملوثه او الميه او تعفن الغذاء داخل الحويصله بتاعتنا، فدي طبعا بيعمل فطريات، او اذا كان كنكر بالفم، ودي بتتواجد اثناء فتره الشتاء. دي كده يا جماعه كل فوائد الكمون، وهنتكلم على طريقه تحضيرها. طريقه تحضيرها في طريقتين اتنين، ممكن ان انا اجيب ما يعادل زي فنجان القهوه كده واملاه كمون. الكمون اللي احنا طبعا بنجيبه من عند العطار اللي هو بنستخدمه دايما في البيت، ونحطه على الكلفه، نعفر بيه الكلفه او نقلبه على الكلفه. يعتبر من الحبوب اللي هي مفيده جدا للحمام بتاعنا. ممكن ان انا اجيبه برضو واغلي الفنجان ده على لتر ميه. طبعا ما ننساش ان احنا لازم ننزل الزيوت الطياره، مهمه جدا جدا، اللي هي بتبقى على الغطا بتاعنا. ما ننساش ان احنا نقدمها على عطش لا يقل عن 4 ساعات بالنسبه للحمام، عشان يستفاد من اي عشبه بنقدمها للحمام بتاعنا، او اذا كانت ادويه. دي كده يا جماعه العشبه اللي انا قدمتها، ودي الفوائد بتاعتها العظيمه بالنسبه للحمام بتاعنا، ومش هحتاج فعلا لا ادويه ولا اي تحصينات طول ما انا بشتغل بالحاجات اللي احنا بنتكلم عليها في الفيديوهات. اسف جدا على الاطاله في الفيديو، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.